في الصمم. في الصمم. هو احنا ازاي ممكن مسبيرو يبقى اقوى ويبقى احسن ويوصل لحضراتكم بشكل انتوا ترضوا عنه، وفي نفس الوقت يبقى اعلام رسمي لتنمية وعي المواطن المصري. يسعدني ويشرفني النهارده ان يكون معايا في الصميم رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون الاستاذ عصام الامير. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فاتن، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. احنا مشينا في مسبيرو بالكاميرا، رحنا استديوهات الاذاعه ورحنا قطاع الانتاج ورحنا بهو في باب أربعة وورينا للناس هو ايه مسبيرو من جوه، وهو كان ايه، ومين اللي كان بيمشي، وايه الاعمال اللي قدمها، علشان نقول لهم ان كمان في مسبيرو قادم باذن الله. فخليني اقول لحضرتك، انت رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، اكيد عندك كم من المشاكل يوميا بيواجهك، كم من المعوقات اللي ممكن تقابلك طالما حضرتك حابب وعندك الاراده فعلا ان احنا ننمو ونكبر اكبر يعني اكتر ونرجع مش زي الاول، لا اقوى بكتير. خليني اقول لك بس بجد يا فاتن ان اي حاجه في الدنيا علشان تبقي تاخدي خطوات ترسخي وضعك وتطلعي لقدام كمان، يبقى لازم يكون عندك خطه. تمام. وازعم ان احتمال ده مع شيء من التنظيم ده اللي ممكن يكون بيميزني في طريقتي للاداره، ان انت تبقي زي ما انت قلتي. احنا نفسنا مش بس مسبيرو اللي كان او العملاق اللي كان والرياده والكلام اللي دايما نحب نقوله احنا وكده، لكن تكلمنا عن الوضع الحالي. صح. انت فين بالظبط على خريطه الاعلام المصري؟ مؤثر قد ايه في المواطنين المصريين؟ وبجد انت امل في ايه انك تبقى للمستقبل؟ بس كنت اللي عايز اقوله ان في التقديمه بتاعت حضرتك لما بتقولي كم قد ايه من المشكلات وكم قد ايه من القضايا اليوميه، ده لازم على المسؤول انه يحطه في جانب ويضع له اطار زمني واهتمامات في البريوريتي، ما ياخدش اقصى من حده، وفي نفس الوقت يبقى عنده خطه استراتيجيه لقدام، شايف هو نفسه يبقى في الزمن، وكانها خطط بجد بقى من اللي كنا بنسمع عليها زمان خمسيه. يعني انت عايز ايه السنه الجايه، وعايز ايه بعد سنتين، وعايز ايه بعد 3 سنين. وازعم ان انا عندي رغبه شديده خصوصا لما رجعت رئيس اتحاد، لان انا واحد يعني انا كنت فاكر ان انا لما اعتذرت عن رئاسه التلفزيون والكلام من ده ان يعني يكفي هكذا في العمل الاعلامي العام. حوالي 30 سنه فذاتس انف وكده، وان انا لو حابب اكمل في اي حاجه خاصه. لكن اراده ربنا ان والرغبه او ترشيحي واحساسي انها فرصه مواتيه يمكن اعمل حاجه ولو طوبه لقدام او كلام من ده، بس ده مش هيجي الا زي ما قلت لحضرتك بخطه. وجزء من اللي انت قلتيه ان بجد يبقى عندك عزم او اراده، لان ازعم ان في حاجات من اللي انا بخطط لها لقدام باذن الله انها هل هي جديده لن؟ هل هي اول مره تطرح على الساحه؟ لا، دي بالعكس قمت في كده. لكن الميزه ان انا عندي العزم ان انا احولها لواقع والحقيقه، عشان اذا كنا راغبين بجد ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون يمشي خطوات لقدام. ويمكن خلينا نقول برضو مشيت بطريقه الاولويات. يعني ايه طيب في السنه الاولانيه تعمل ايه؟ نحاول نرجع اتحاد الاذاعه والتلفزيون للساحه تاني بعد ما كانت اثر على مدى 2 أو 3 سنين. شك في مصداقيته، ده تابع دايما لاي نظام، ده يعني ما قيل وردنا عليه بما فيه الكفايه في اوقات كتيره. محاوله يعني تقزيم دور الاتحاد كان صح. انه بس في الجانب او الشق السياسي، واغفال دوره الثقافي والتنموي والوعي ودوره في الكوره ودوره في الاخلاق ودوره في منظومه الدراما. انا ممكن اقاطع حضرتك في حاجه؟ يعني انا دايما بقول ان الاعلام الرسمي مسبيرو بالتحديد واجه هجمات شرسه جدا زيه زي الداخليه والقضاء، يعني من المؤسسات اللي اتهاجمت جامد، بس الدوله كانت داعمه لفكره عوده الداخليه، الدولة كانت داعمة لفكرة عودة القضاء ونصرة القضاء. شايف بموقعك ان الدولة داعمة لعودة مسبيرو بشكل قوي؟ للحقيقة في الفترة الأخيرة وبقوة، ويمكن كمان للأمانة يعني بيحمسك، لأنها الدولة وهي قادرة من خلال قوانين وحاجات معينة قادرة على أنها تاخدك خطوات لقدام أكتر، وده اللي حسيته. ويمكن ده بالمناسبة اللي صعب عليا لما حصلت حادثة الكهرباء الأخيرة، إن كأننا اتخذنا عين
كان يعني ما صدقنا في خطوات واعده وفجاه حد ناخدنا المشكله، هي مشكله فعلا، وحدث جلل حقيقي ان ينقطع البث عن ارسال اتحاد الاذاعه والتلفزيون المعبر عن الدوله بكل كياناتها. لا ده حاجه شيء لا كتير يليق. يتكلم انها مقصوده يا استاذ عصام، شايفها والله ايه؟ هل هي خطا أنا ما عابر؟ احبش للامانه اتكلم في حاجه هي قيد التحقيقات في النيابه، لان على اساس ان النيابه تجب وكلنا ثقه في تحقيقاتها وتحرياتها، لكن الشكل العام يبدو انه لو في حاجه قد تكون اهمال غير متعمد، تقصير في بعض النواحي، لكن انه بقصد او بعمد ازعم وفي النهايه تحقيقات النيابه هي اللي عليها انها توضح لنا ده. لكن ده برضو اللي كنت عايز اقوله، ان احنا كنا واخدين خطوات لقدام كانت كويسه. ارجع مرجوعي للسؤال اللي فات، ان انا كنا خدنا خطوه اللي هي عوده اتحاد الاذاعه والتلفزيون يبقى على الساحه الاعلاميه من جديد، ويمكن بجد الناس كلها الحمد لله تعالى تشهد ان بقى في نضج شويه في البرامج، بقى في متابعه اخباريه لائقه، بقى في تغطيه لاحداث هامه بما يليق، بقى في مثلا كوره ينفرد بها اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بقت حتى قنواته العامله عائدها الاعلاني بشكل او باخر هو وقنوات المحطات الاذاعيه عليت المستوى. يعني في فتره من الفترات مثلا بالنسبه للاذاعه كانت طاغيه قوي ان العائد المادي لدى بس فقط محطات الاف ام، راديو مصر، ميجا، هيتس، نغم، 90 وكلام من. اذا بينا الحمد لله تعالى مع الارتقاء بالخدمه الاذاعيه بقى البرنامج العام بينافس بقوه للشباب والرياضه. طبعا اذاعه القران الكريم دي ما حدش يتكلم عليها لانها الاعلى استماعا بكل المقاييس، لكن سوري قعدناها لاصلها. الاهتمام بالاسلام الوسطي بعد ان كانت مختطفه سياسيا، صح. قعدناها لقوامها وكده. تيجي على مثلا مستوى الاخبار زي ما قلت لحضرتك، بقى فيه ثقه تاني رجعت عند المواطن المصري انه لو عايز يتاكد من حدث او الحقيقه فين يرجع بسرعه للتلفزيون، وهو هيلاقي التلفزيون عند حسن الظن بيه. اذا كان خبر هيقوله بشكل عاجل، اذا كان محتاج للتحقيق او التاكد من ارقام او هتلاقيه مش هيعلنه الا لما يتوصل للرقم الصحيح. ودي ثقه مش قادر اقول لك دي قد ايه. الخدمه الاخباريه بشكل عام تقدمت بشكل حلو ومتابع للاحداث، لدرجه ان انا دلوقتي احنا بنرفض في اوقات كتيره جدا اعلانات في نشره 9 وما شابه من نشراتنا 5 او في الفترات المختلفه. ده دليل على الاقبال، انما برضو احساسنا ان دورنا وواجبنا احنا لا نهدف للربح المادي بشكل كده، فيجب التناسق. بس البعض كمان تحدث عن فكره نوع الاعلانات اللي بيتم اذاعتها في النشرات بالتحديد يا استاذ عصام. وللامانه انا ازعم ان يجب النظر اليها بقوه، وانا حتى طالبت ان لو في يعني سوري عقود كنا الزمنا بيها قبل كده عند انتهاء لا تجدد الا ما يتم الموافقه عليه، اولا من جانب القائمين على الاخبار، وكمان بعد الرجوع ليها، لان في النهايه يجب ان يليق بالخدمه الاخباريه ما يليق لها من الاعلانات. لكن بصفه عامه هتلاقي حتى مستوى البرامج الحمد لله لشكل او كده، عارفه انت فتره حوالي 3-4 سنين كانت كل البرامج بما فيها برامج الاطفال اختطفت سياسيا، صح. فرجعنا تاني الى حد كبير نرجع يبقى في برنامج ثقافي، يبقى في برنامج فني، يبقى في برنامج اجتماعي الى حد كبير، ليس ما نهدف اليه لكن الى حد ما. فبصفه عامه دي مع مثلا ان مثلا قناه زي قناه النيل للاخبار تبقى هي واخده انفراد اذاعه الدوري المصري بالكامل فضائيا عليها، وده يعود لنا بمردود اعلاني كبير غير مسبوق. سوري مثلا قناه زي قناه النيل للرياضه حضرتك مثلا النيل للرياضه. انا اسف اذا كنت اخطات اسمها. مثلا قناه زي قناه ثالثه تعمل شان مثلا لدوري الدرجه الثانيه، ولدرجه ان الترقي دلوقتي يبقى اكسكلوسيف على قناه ثالثه لوحديها، فيعظم من شانه، عائده الاعلاني يبقى كبير وهكذا. فكان ده خطوه مهمه في السنه الاولى ان يرجع تاني اتحاد الاذاعه والتلفزيون يبقى موجود على الساحه، حتى برغم الهجوم من حاجات كتيره. ازعم في بعض الاحيان ان معظمها كانت منافسه، وتتمنى ان يعني لان قومه اتحاد الاذاعه والتلفزيون بشكل او باخر تاتي على حسابها، فكونه ده تنافس شريف. لكن كنت اللي بحاول واقاومه بدرجه كبيره اي شكل من اشكال التنافس غير الشريف، وده اللي كان يجد صعوبه. جينا بعد كده بقى يبقى طيب ايه التصور بعد ما عملنا الحاجات الى حد ما، ايه شكل البرامج فيها نوع من الارتقاء والخدمه الاعلاميه اللي هي شغلتنا الاساسيه في المقام الاول اللي هو كده. طب ما تيجي نفكر في حاجات نحل بيها شؤوننا الماليه والاداريه، لان دي كانت طول عمرها العائق. مثلا فلما نيجي مثلا لحاجه زي الاصلاح المالي، طب اصلاح مالي لما تيجي تفكري زي اي حد عاقل في الدنيا تفكري في ديونك اللي عليك الاول وكده. فالاول مره نقتحم بقوه
ان ازاي الدين بتاع بنك الاستثمار القومي اللي هو وصل دلوقتي حوالي او ما يربو او حوالين الرقم بتاع 20 مليار، ازاي ان احنا نتخلص منه، لان يظل هذا الدين عائق لينا في حاجات كتير. بس عشان ابسطها للساده المشاهدين، مثلا ان احنا شركاء في عديد من الشركات الناجحه زي نايل سات، زي شركه CNE اللي بتاعت الديكودرات والمحطات المشفره وكده، ودي بتحقق عائد يزيد عن ال 300، حصتنا فيه تزيد سنويا عن ال 350 مليون جنيه، لكن اتحاد الاذاعه والتلفزيون لا يتحصل على اي مليم منها، لان بتظل هذه الاموال لحساب بنك الاستثمار كجزء من الدين اللي علينا. فكان لينا ان احنا ناخد خطوات قويه لحل مشكله الدين ده، لان ده هيفوقني بشكل او باخر من بس الخطوات اللي حضرتك قلت عليها هوجمت بشكل شديد جدا، لان بدانا نتحدث بيع اصول ماسبيرو، بيع ماسبيرو، دي خطوه في بيع ماسبيرو وخصخصه ماسبيرو. دي بقى اللي ازعم في بعض الاحيان، في طبعا زي ما احنا قلنا في منافسين ليكي مش عايزينك تقومي، فممكن يروجوا للحاجات دي. بيحزنني لما يستخدموا ابناء ماسبيرو للترويج لدي. وخليني اقول لك، وانت حضرتك يعني احنا كلنا ابناء هذا المبنى، لو بعنا مبنى ماسبيرو ده نطلع منين؟ مش عارفه. طب ولا هنقعد هنشتغل فين؟ حضرتك عندك بديل او تعرفي ان في بديل تاني؟ لا. فده سوري اللي هو بقى يعني كلام مطنط. يعني احنا لما قلنا كان الاصول العاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون يفرحوا بنقطه ان لاول مره، شوفي من امتى تاريخ الاراضي المخصصه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون ان تتحول ملكيتها الى اتحاد الاذاعه والتلفزيون. اولا الملكيه في حد ذاتها دي قيمه وقوه، وبتمثل لك قوه راسماليه ضخمه. ثانيا انها بتحلك زي ما هم بيقولوا، بس هم سوري يعني محرفينها، ان انا ايه المانع ان انا استغنى عن بعض الحاجات الاراضي اللي انا لست في حاجه اليها، وان ده عشان اسدد بيه جزء من ديوني. انما مثلا يجي يتكلم يقول لك هيبيعوا ماسبيرو، يا سلام. طب خلينا كده منطقيين، انا عندي مثلا 32 قطعه ارض، قلنا الهندسه والقائمين على الاتحاد قالوا ده يمكن الاستغناء عنه في حتت مختلفه من انحاء مصر، اشي في الساحل الشمالي، اشي في مرسى علم، اشي في سهل حشيش. جزء كانت اراضي، ودي حاجه الحمد لله تعالى ان كانت خصصت لينا في وقت من الاوقات بكم او بمساحات اكبر من اللي احنا محتاجين. يعني انا لو محتاج اعمل عشان ابراج مثلا ارسال اذاعي، انا محتاج نطاق، يقولوا الهندسيين في نطاق فدان فدانين 3، اذا كان معايا 50 فدان حلو ان انا يعني اقدر استثمر ال 45 فدان الباقيين ان انا اعمل. ثانيا انا بعمل ده لو بعنا دول عشان يمثلوا جزء من الديون بتاعت اتحاد الاذاعه والتلفزيون. طب ما في خطوات تاني بقى اللي انت بتقولي، هل الحكومه بجد قويه او عازمه قوي على انها تقف في ظهر اتحاد الاذاعه والتلفزيون لحل مشاكله؟ ما انت عندك لجنه فض الاشتباكات الماليه بين الجهات الحكوميه محضره لك مبلغ كبير جدا 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 لسداد جزء من ديوني. مش دي خدمه من الدوله للتفويض؟ لما نجي اخد الجزء ده اللي محدداه الدوله، وهو يتراوح حوالين على فكره 7.6 مليار جنيه، واجزاء من الاراضي دي اللي انا لست في حاجه اليها في مناطق اخرى من الدوله، لو سي جابت لي 2 مليار او 3 مليار، مع ما نناضل حوالينه الان ان عند التحول في القنوات الارضيه من البث الانالوج الى البث الديجيتال، ان الترددات التي سيتخلى عنها اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان انا اخد مقابل ليها سواء من الجهاز القومي للاتصالات او من الرخصه الرابعه للمحمول ايا كان اللي هيعمله، فاحاول ان اجمع المبالغ دي كلها ويبقى هو ده دين بتاع بنك الاستثمار القومي، ويبقى الدين ده اتشال من على عبء من عليا ومن على عاتقي، واقدر الفلوس اللي بتاعت شركاتي الاستثماريه دي ان انا اقدر استغلها بقى في تحديث الات ومعدات، وان انا تخيلي لما يبقى عندي حوالي 350 مليون جنيه بياتوا لي سنويا نصيبي في ارباح الحاجات دي، ده ما يساعدنيش على ان انا اقف على رجليا واتطور واحسن. طيب هل ده يبقى لوحده الجزء ده؟ لا، بنفكر في انظمه اخرى وحاجات اخرى. طول عمرنا مثلا في الاتجاهات يقولوا لك هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون مش عارفين هويته، هل هو برنامج مبنى خدمي ولا مبنى اقتصادي؟ وفقا للقانون الحالي انت مبنى اقتصادي، يعني الاصول تحققي ربح وتصرفي على نفسك وكده، لكن بجد واحنا كلنا شاعرين والمواطنين شاعرين، لا احنا علينا دور قومي وخدمه عامه نعملها. طب ايه رايك ما نحاول القانون الحالي بيقول ان ماسبيرو هيئه اقتصاديه، هيئه اقتصاديه وفقا للوضع الحالي انت هيئه اقتصاديه، وعشان كده الدوله بتقول لك انا بديكي اكثر مما ينبغي
يعني هم بيدونا 220 بيقولوا لنا اللي هو مجمل في السنه 2.6 مليار. بيقول لك رسمي انت مالكيش عندي غير 1.2 هو ثمن الخدمه المؤداه، والباقي ده انا الاصول ما اديهولكيش، لان انت هيئه اقتصاديه الاصول تكملي بقيه مواردك من نفسك، من اعلانات، من حاجات وكلام من. احنا بقى قلنا ايه؟ طب ما نحاول نفرق جانب الخدمه العامه يبقى موجود ويؤدى على اكمل وجه باذن الله تعالى، ويبقى عندي برضو ما يسمى بالزراعه الاقتصاديه اللي اقدر استغل فيها امكانياتي كاتحاد اذاعه وتلفزيون، بس يبقى هدفها الرئيسي تحقيق ربح عشان اخد من الفلوس دي مع ارباح الشركات دي واكمل منها الجزء اللي اقدر اصرف بيه على خدمات الباقي. ويمكن دي بدايه اللبنه الاولى ليه؟ اللي هي انشاء شركه راديو النيل اللي هي تضم مجموعه محطات زي ميجا ونغم وهيتس وزي شعبي اف ام، وفي الطريق كنوز اف ام ومرور اف ام. ويبقى الغرض الرئيسي لهذه الشركه، شركه راديو نيل، تحقيق الربح المادي، عشان لما يحتاج البرنامج العام اي مليم اصرف عليه بغض النظر جاب ولا ما جابش. عشان لما اذاعه القران الكريم تحتاج اي مليم تصرف عليه من الفلوس دي بغض النظر عن ما جابش. لو عملت بنفس الطريقه سي مثلا شركه ثانيه لتلفزيون النيل ورحت جايب فيها محطه مثلا زي نايل سبورت اللي احنا قلنا بس المزايده الاعلانيه بتاعتها جابت ما يصل الى حوالي 50 مليون جنيه، ورحت حاطط معاها مثلا محطه زي نايل سينما ونايل دراما، واقول لهم اشتغلوا في السوق يبقى هدفكم تحقيق الربح المادي وتشتروا مسلسلات جديده وافلام جديده وتحققوا لي، عشان لما تيجي القناه الاولى تقول انا محتاجه لبرامجي كذا وكذا بقى اصرف زي ما هي تحتاج. سوري الاخبار محتاجه تصرف زي ما هي محتاجه، القناه الثالثه محتاجه تصرف زي ما هي محتاجه. طبعا مش هقول ان حتى الخدمه العامه قد تاتي باعلانات باذن الله بعد ما كده، بس ما يبقاش مكربجه نفسها هي جابت اعلانات ولا ما جابتش، لا انت عليك انك تؤدي الخدمه العامه كمان بقى. وقلنا بعد كده يبقى على المنوال الطويل يبقى في شركه النيل خدمات فنيه عشان عندي عربه اذاعه خارجيه كاميرات اقدر وسوق. طيب. فيبقى تحقق في نقطة الإعلانات بالتحديد، علشان الكثير من الناس تعلم أن النظام داخل مسبيرو أو الرولز القواعد والقوانين داخل مسبيرو وخاصة في القطاع الاقتصادي هي من التعقيد إنها ما بتجلبش معلن، يعني اللي هي تغلبه إن هو يدخل أو تبقى بالنسبة له دايرة لو دخل فيها مش خارج. والله يا فاتن هي مش للدرجة دي، لكن خلينا نقول احنا وقفنا قدام الحكاية دي لما انا حسيت ان مثلا قناه النيل للرياضه معاها منتج مميز، ولو سبت الظروف العاديه قد اللي حضرتك بتقولي عليه ده تمام كده. وبدليل انت دايما بترجعي لدراسات الجدوى، انت هي السنه اللي قبلها كانت جايبه 3 مليون، فحتى لو انتعشوا قوي بطرقهم العاديه هيوصلوا ل 10 مليون. فاحنا مفكرين في فكره بره الصندوق، طب ما نطرحها لمزايده علنيه بين الوكالات الاعلانيه اللي تعرف المحترفه اللي بتشتغل بانماط سوري غير روتينيه وغير مكبله باللوائح والكلام منه، راحت جايبه. فنقصد ان لما تلاقي حاجه زي كده فكري بطريقه اخرى بره من افكار غير تقليديه، وسوري محدش بيمانع ومحدش بيمنع، لان الهدف واضح لحد ما في يوم من الايام يبقى عندك وكاله اعلانيه محترفه سوري تقدر انها تقود بطرق وباليات السوق تقدر تحقق لك الغرض ده. فعليك انك ما تتوقفيش، لا فكري في طب تحليها ازاي، طب تتغلبي عليها ازاي او طريقه او اخرى. يعني اكيد توفر العناصر او العنصر المادي بالتحديد والتمويل يمكن ده مطلب من جميع العاملين داخل مسبيرو، ان احنا نوفر، لان كلنا يعني بنشتغل في ظروف صعبه احنا. فبس خليني اخرج شويه برضو من دايره العامل المادي، خليني شويه اتكلم عن العامل البشري داخل مسبيرو، وخليني ابدا بالقيادات. استاذ عصام، احنا كتير بنقول ان احنا القياده دلوقتي وخاصه بعد ثوره يناير مش في داخل مسبيرو بس في كثير من قطاعات الدوله بتعاني انها مش قادره انها تاخد قرار، ممكن تكون خايفه انها تتخذ هذا القرار، وبالتالي ممكن تكون اخد القرار ولا ما اخدش القرار، فده ياثر على صالح العمل. وفي مسبيرو هو جزء من المنظومه وهو موجود فيها، بس ده بينعكس على الشاشه، لان في النهايه مسبيرو عمل ابداع، فلو تم العمل بالتقليد مش هننجح. بص يا فاتن، خلينا نقول ان الحكايه دي يحكمها حاجه غير اختيار القياده او الصلاحيات اللي تبقى مع القياده. اعتقد ان احنا في مصر بصفه عامه نفتقد الى طريقه السيستم، والسيستم هو احد افراده القياده. تمام. احنا في مصر للامانه يعني زي ما بقول لك، انت في حاجات كتير من مهامنا انت ما تعرفيش بالظبط الجوب سكريبت بتاع كل وظيفه ايه اللي مطلوب منها،
او ايه اللي عليها او ايه حقوقها او ايه الواجبات اللي عليها. لكن خليني برضه هقول في نمط النوعيه اللي حضرتك اثرتيها او كده او ما يخص القيادات. لا انا عايزه تفسير بمعنى الاول اللي حضرتك قلتها. ايه يعني ايه يعني ايه الموظف ما هوش عارف رولز الوظيفه بتاعته وقواعدها؟ لا عايزه تفسير. لا في حاجات كتير. انت تعرفي ايه الحقوق اللي ليكي في المجنى؟ قريتي اللائحه الماليه؟ حضرتك تقصد ان كل موظف لا مش عارف حد يعرف ايه المطلوب منه؟ ولا اعرف اللائحه بتاعت مسبيرو دي خالص. انا اسف، انت عملك كمقدمه برامج ايه الحاجات اللي من حقي ان انا احاسبك عليها وكده؟ انا ازعم ان معظمنا الا من رحم ربي اللي يعني لو اطلع عنده بجد ايه وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ده جزء كبير جدا بنفتقده، وده جزء ده اللي خلاني اقول كلمه سيستم. ان لازم يبقى لنا سيستم حتى على مستوى مصر في كلها في كل الحاجات. انا ايه المطلوب مني؟ وزي ما بتقولي انت لما اجي اختار قياده انا جايبك عشان ايه؟ ايه المهمه اللي انا موكله اليك؟ ده اللي تحققه لي بنسبه 90%. الاهداف نمره 2 و3 لو حققت 10% منها انا راضي او كلام من ده. انما ما تبقاش سوري انا اسف في اللفظ علاوله. انت جايبك ودور الايام كده وربنا يعدي يوم ورا يوم. ممكن اسال سؤال صريح جاوبني عليه بصراحه؟ القيادات اللي بتشتغل معاك داخل المبنى حققت قد ايه من المهام الموكل اليها تحقيقها؟ والله الى حد كبير معقوله، لكن خليني اقول لك ان يعني انت برضو في نقطه مش عايز تجاوب خلاص. لا بالعكس. بس اللي انا عايز اقوله ان اللي انا شايفه، ويمكن برضو دي بتبقى نظره، عارفه انت برضو لما بتبقى لا انا عايزه نظره حياديه، وانا شايف وكده انه محاوله بذل الجهد. لكن انا دايما بعيب انك قد سوري رايي انك مثلا كفاتن في ليكي في منظومه العمل بتبذلي جهد كبير جدا، بس انا بيبقى صعبان عليا في حاجه لو هو جهد في ضايع هباء ضائع ملوش لازمه. لو كنت ركزتي في حاجه معينه كنت اديتي فيها اكتر. يؤسفني ان مش كل القيادات مثلا ليها نفس الجرأه ونفس الاتجاه، او سوري في بعض الاحيان ساعات النظره انويه. يعني انا طول عمري من ساعه ما جيت وانا اقول يا جماعه احنا كلنا اسمنا اتحاد اذاعه وتلفزيون، ما قد يصيب جزء مننا يصيب الكل والبعض، بعد اذنكم بتاع ما نجحتش الا في بعض المناسبات العامه، ايش انتخابات بتاع، ارجوكم اعملوا كلكم في اطار منظومه واحده. لو محتاج حاجه من اسكندريه كلم يا اخبار، كلم قطاع الاقليميات يجيب لك من مراسل من اسكندريه يجيب لك، من اسوان يجيب لك، كلموا الاذاعه تجيب لك من محطه اذاعيه لو مش واصله لها المحطه التلفزيونيه وكلام. للامانه في الاحداث الكبيره بيتم ده. لكن على المستوى اليومي تلاقي ساعات رئيس قطاع يقول ايه لا اصل القطاع الثاني، كلنا اسمنا اتحاد اذاعه وتلفزيون يعني. برضو الى حد كبير، ودي يمكن برضو ارجع فيها تاني لمصر، ان احنا لا نجيد العمل في طريقه التيم وورك، او ان احنا كلنا يعني يكاد يطل عندنا عند المصريين دايما لا انا بتكلم عن نفسي او بدور على مصلحتي وانا اللي انجح بس، وان سوري يعني ما يضرنيش قوي لو انا ناجح والباقي زمايلي. لا النظره العامه بنفتقدها، لكن ازعم انها في طريقه للحل. ارجو ان انا اكون دورت حوالين سؤال. ما انت دورت بس ماشي. انا هعديها برضو، بس خليني برضو يمكن عايزه اسال السؤال بشكل اخر. انا مش عايزه اغوص في مشاكل وتفاصيل قطاع القنوات الاقليميه، يعني المشاكل اللي قتلت بحثا. احنا بجد دلوقتي عايزين ننجو بالمبنى كله، يعني فكر بكل القطاعات كلها، مش هندور دلوقتي هو القطاع ده بالتحديد مشاكله ايه او ده مشاكله ايه. بس السؤال اللي هيطرح نفسه بجد، امتى ممكن مسبيرو الاكفأ هو الذي يقود؟ يعني خليني اكون اكثر صراحه. احنا قبل التسجيل تحدثنا عن ان حضرتك عندك كم من العماله داخل المبنى كبير. فكره ان انا الانتقاء، وان فعلا اللي يستحق هذا المكان ياخد مكانه، مش فكره الدور ولا فكره احنا في النهايه عايزين نقول ان ده عمل ابداع. خليني اقول لك وبمنتهى الصراحه ده لن يتم في القريب العاجل لسبب. انت سوري انت احبطتي ليه؟ انتوا السبب. انا لما بقول انت السبب، انتوا العاملين او احنا العاملين اللي ارتضينا. هو احنا لما قلنا ان اللائحه تتعمل على اساس الدرجات الماليه، تمام، كان طلب قيادات ولا طلب عاملين؟ طلب عاملين. خلينا نقولها، مين اللي يقدر يصلح ده في يوم من الايام؟ قوه ورغبه العاملين واتاحه الفرصه للجيد. صحيح عليا ان انا كقياده اصر على انه لا يتصدر المشهد الا الجيد، بس تخيلي لو انا بقول ده وانا واثق ان معايا وظهري متقوي بمجموع العاملين، عندك حق ان اللي يتصدر المشهد هو الاحسن والاجود، انما ما لاقيش يعني سوري يعني انا اقول فلان سين او صاد هو الاكفأ وكلام من ده،
فسين يقول الحمد لله اللي اعترفوا بكفاءتي. بس جات لي ثوره من مجموعه انصاف الموهوبين وصوتهم ضاعف وصوتهم عامل، ولا ايش حد لا بيساندني ولا بيناصرني ولا كده. منشورها عزيمتي هتفطر. قد افكر في يوم وانا جبت لنفسي وجع دماغ ليه؟ ما تسيبها ماشيه زي كده. طب. انا مش من النوعيه دي، لكن في بعض الاحيان بيسئني، لان برضه لحظي صعب على واحد قعد في المبنى ده 30 سنه ومر على كل حاجه فيه وعارف بجد كل حاجه فيه، ويصعب عليه ان يا اخوانا احنا كده مش ماشيين صح، والكلام اللي بتقولوه ده انا فاهمه كويس وعارف ان الغرض منه غرض شخصي وليس للهدف العام، وان كان دايما الشكوى يتقال للهدف العام. وهضرب لك مثل امتحان الاقليميات عنده اللي من اجل تدعيم الاقليميات بوجوه جديده من العاملين. اتعمل الامتحان واتعملت لجنه ومعظمها من الخارج. وقفت النتيجه انا ليه؟ عملت ايه في الامر كله؟ حولته للنيابه الاداريه بناء على ايه؟ على شكاوى تقريبا اللي ما نجحوش في الامتحانات، قد يكون عن حق وعن باطل. بس انا اقصد هل هنفضل كل اللي مش عاجبه حاجه على مستواه الشخصي يزعق لنا في حته؟ استاذ عصام بالتحديد في النقطه دي، علشان ربما يعني اسمح لي انا هتبنى، انا لا كنت في اللجنه ولا طرف فيها، بس خليني اقول ان الرولز نفسها اللي وضعت لهذه اللجنه حضرتك اطلعت عليها، يعني بعدم وجود سن، هل ممكن المذيع ان يتقلد؟ يعني هل احنا بنطالب ان هناك كفاءات شابه تطلع؟ احنا يعني ليه يا فاتن دايما لما تتكلم عن وجهه نظري؟ انا جالي هنا لا مش وجهه نظر، زمايل من دول وكلام من ده وسوري قال لي معقول تقييم وجه جديد بتعامل دماغي ولا ثقافتي ولا فكري ولا حضرتك بتدور على سني؟ يا اخي لقيتني كويس وفاضل لي سنه استفيد مني من السنه دي، تقولي له ايه؟ بس هو مش فيه يا فندم قواعد وضوابط لاختيار المذيع؟ باذن الله تعالى نضع الضوابط دي، بس ارجوكي هستدعيكي واقول لك بعد اذنك انت المتحدثه الاعلاميه باسمي دافع عن القواعد دي والرولز دي اللي محطوطه، وهرجوكي اقول لهم لو عندكم اي تساؤل او اي حاجه كلموا المتحدث الاعلامي ودافع عن الحكايه دي. انا بسال بس على فكره، وبعد اذنك انا رشحتك للحكايه دي، فبعد اذنك تولي حاضر. ده في انهي لجنه؟ بس بلاش اللجنه دي. انا بتكلم بصفه عامه إن لازم نبقى بجد لما بنقول بنعمل حاجه للصالح وهدفنا نعمل كذا، فيقول الجميع يا اخوانا ايه قواعدكم الحاجات دي؟ في قواعد كذا وكذا وكذا، وبعد اذنكم اللجنه دي محايده وكلام من ده. انما ما الاقيش بعد كده، انا مش قادر اقول لك ان بعض الشكاوى اللي وصلتني تصل الى حد السب والقذف، يعني وحاجات سوري تمس الكرامه والشرف، فاضطريت ان انا انقب نفسي لا وعلى ايه الموضوع بالكامل يتحول الى النيابه الاداريه، وكل ثقه فيها انها تراجع أكيد. المعايير وتراجع القواعد وتراجع بجد الدرجات تحطت على اي اساس وعلى اي وضع، وهم كلهم اساتذه افاضل لا استطيع ان انا اقول عليهم كلمه، لكن قد يكون عند الذين اشتكوا حق تقولوا النيابه الاداريه. ممكن بصفتي هبقى المتحدث اعرف بس هو مش في رولز داخل اتحاد الاذاعه والتلفزيون لاختيار المذيع؟ طبعا موضوع احنا لما حضرتك انت عارفه مين اللي كان في اللجنه او بصفه عامه لما بنجي احنا بنجيب كبار من الناس لا شروط اختيار المذيع الخبره طبعا. ما هو في حاجات في اجاده لغه انا سوري ممكن اجيبك مذيعه وانت ما بتعرفيش تنطقي عربي؟ لا طبعا. ما عندكيش علم باللغويات؟ لا سوري لو عندك عيب سوري في نطق الالفاظ او المخارج بتاعتك مش واضحه، سوري انا اسف حتى شكليا مش يبقى في شكل ملائم، لان انت عارفه مع احترامنا للجميع لكن العين قد تشدها حاجه غير عاديه او الشكل المألوف، يعني الشكل المريح، شكلنا المريح طبعا ما تعارف عليه الوضع. هل دي مش معايير؟ بالاضافه بقى بتسال في ايه اللجان تاني؟ بتسالك في ثقافتك العامه اذا كان ملمه، سوري قد تضعك تحت اختبار لو مثلا انت قدام تحقيق حوالين موضوع معين، ايه النقاط اللي تتناوليها فيه وتستضيفي مين وتمشي ازاي السيناريو مش دي الاسئله اللي بتتسال؟ انما 3/4 الناس تطلع يقول لك لا ده كان قصده وبيباصي وهو نفسه من الاول عايز ياخد فلانه او فلانه او انا الاوان لينا ان احنا نحط حد الحاجات دي ونبقى موضوعيين بجد، ونبقى عارفه اقول لك على حاجه نعظمها على مستوى مصر، ان كلنا نبقى تحت سقف قانون. محتاجين عارفه انت حتى فن في قانون المرور ولا مفيش قانون المرور؟ في قانون المرور. ما بنعملوش ليه في مصر؟ عشان احنا مش عشان انت عارفه وانا عارف ان انت القانون اللي هيطبق عليك مش هو اللي هيطبق عليا. صح. لما كلنا نرتضي ان كلنا نبقى تحت طائله قانون واحد علينا وطينا بجد ساعتها هنحس بتراست في الحاجات دي ونطبقها ونلتزم بيها. انما سوري ما حدش شايفني ما تقطع الاشاره، اصل مش عارف كذا وانت مش عارف انا مين. ويؤسفني في بعض الحاجات خصوصا في كلمه انا مين دي ناس من القائمين على تطبيق القانون، ومش عايز افسر اكتر من كده.
مش محتاجة تفسير، بس خليني هسأل بقى، يعني حضرتك كمان يعني هناك يعني ناس مش عارفة، يمكن احنا ممكن نكون متحيزين للمبنى بصفاتنا موجودين فيه، ولكن من الواضح والصريح ان ممكن معظم البرامج دلوقتي بتهاجم ماسبيرو، معظم الاعلاميين بيهاجموا ماسبيرو، ما يؤسف ان هناك بعض الاعلاميين اللي هم ابناء المبنى بيهاجموا المبنى وبضراوة. لما بتقعد تتفرج على الشاشات وتسمع اللي بيتقال على ماسبيرو والاخطاء اللي بيتم عرضها ان دي اخطاء بيتم يعني ارتكابها في المبنى، بيبقى ايه رأيك؟ بصي، ما عنديش مانع ان انا استحمل ان ده طرف منافس وبيحاول انه للطرف الكبير انه يعني يحاول انه يلقي الضوء على مسالبه وعلى اخطائه. شايفها كده؟ شايفها بالشكل ده؟ مش عايز اوسعها، وخليني برضو انا مسؤول، مش عايز اللي عايزين يورثونا بالحياه، لكن خلينا نقول ان انا قد لا الوم، لكن بيصعب عليا لما يشارك ابن من ابناء ماسبيرو يعني فيها بشكل سوري انا اسف ساذج، وعايز اقول انه بيستخدم لتحقيق غرض ازعم او كده. لكن خليني اقول لك ان الساحه الاعلاميه بصفه عامه يا فاتن عايزه نوع من الانضباط، والانضباط ده مش هياتي بجد الا لما يتعمل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وما اقدر احاسب يعني فلان بعد اذنك بتتهم فلان ده سواء شخص او مؤسسه او جهه بأمارة ايه؟ بمناسبه ايه؟ موضوعي ولا مش موضوعي؟ بتتلقف له ولا مش بتتلقف له؟ لكن اللي انا عايز بس اقول لك عليه، هل احنا ما عندناش القدره على الرد؟ عندنا، شور عندنا، وانتوا تقدروا تردوا على ده كده، لكن في النهايه ده هيبقى على حساب المواطن المصري، ان احنا هندخل في معارك فرعيه لينا كاعلاميين، وسوري قد يكون المواطن يقول لك وانا مال انا بالمشكله اللي عاملينها مع بتوع التلفزيون وقعدوا لي بقى لهم ساعه بيردوا على بعض. بس المعلومات دي بتاثر يا فندم على المشاهد. كل امل ان ابناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون يبقوا من الذكاء ومن الحيطه ومن الحذر، ان يحسوا ان قوه هذا المبنى في عناصره البشريه، وان عناصره البشريه لو اتفتتت انت بتسهل مهمه الاخر وكلام من ده. كل اللي بطلبه من الاعلام الخاص، ولا اطلب حقيقه في ظل الوضع الحالي لان ما فيش قانون ولا حد اقدر اشتكي له، فاطلب منهم المناشده، ارجوكم خلي بالكم من شغلكم، مالكمش دعوه بماسبيرو. لكن اللي بصفه عامه قد ياتي بشكل او باخر، ما دي انت لو مالكيش ما اشتكيتش من الاعلام الخاص خالص، لو مالكيش قيمه ما حدش هيهاجمك. ما اشتكيتش من الاعلام الخاص خالص؟ لا ده انا عملت حروب بس لا داعي لذكرها. لا يعني فكره ان انت تشوف ان هو يعني طب خليني هسال السؤال بشكل تاني، وانت بتتفرج شايف ان اللي هم بيعرضوهم عندهم حق فيه؟ بصي ما عنديش مانع لو بيعرض حاجه فيها مسلب حقيقي ان انا بجد استفيد منه وان انا احاول اعمل عنه، لكن القاء الضوء عليه باكثر مما ينبغي ما انا اقدر اطلع لك والاسلوب اللي بينتهجه اقدر اطلع لك في 6000 حاجه عندك فيها مسالب. لكن برضو اتحاد الاذاعه والتلفزيون عنده مسؤوليه قدام الناس وقدام الشعب، وعنده حاجات كتير الناس دي مش مطالبه بيها، خليهم. لكن في هيجي وقت من الاوقات بجد يتعرف فضل هذا المبنى ومدى مهنيته ومدى الى حد كبير برغم من معاناته من بعض اشياء وحتى بما فيها من عناصر بشريه ليست على المستوى المناسب، لكن للامانه كمجمل وكتوتل انت تأتمني هذا الشعب عليهم ولا تأتمني اكتر بدرجه اكبر مما تأتمني الاخرين على ما ازعم. شايف ان مبنى الاذاعه والتلفزيون بيكلم نفسه؟ لا ليه يعني كتير يتقال هو التلفزيون المصري مين بيتفرج عليه، هو مين، هو بيخاطب مين اصلا؟ ايه اللي بيتم تقديمه ده؟ احنا حتى لما طالبناه ان هو يخاطب الخارج بشكل افضل ويبين الحقيقه ما نجحش في هذه المهمه. لا خلينا نقول في نقطه الخارج ده في دور دوله، ولو عايزين نقول 6000 جهه الاصول كانت تبقى ليها دور وليس منوط به. لو انا ليا منوط بدور في بعض الاحيان يمكن من خلال نايل تي في والقناه الفضائيه الموجهه لامريكا، ودي موجهه للمصريين او كلام من ده. انا مش عايز اقول لك نسبه الاشتراك في البتاع ده، تعرفوا ان القناه الفضائيه الموجهه لامريكا من اكثر القنوات التلفزيونيه بتجيب لنا عائد نظرا لاكبر عدد، لان انا باخد نسبه على كل اشتراك في امريكا موجود هناك. فبسم الله ما شاء الله يعني احنا بنعدي عائدنا السنوي منها بيعدي حوالي 20 مليون جنيه من القناه الفضائيه الموجهه لامريكا. ده دليل على ثقه العرب او المصريين اللي موجودين في الخارج في هذه القناه. لكن مثلا قناه زي النايل تي في خليني اقول لك ان احنا
في ظل بقى الحاجات اللي هي على اللونج ران، في من ضمن الحاجات اللي قلناها ان انا اتمنى في يوم من الايام ان يبقى عندي شركه النيل للاخبار. الشركه دي تبقى لديها من الامكانات وشركاء اللي على مستوى قومي كبير، تضع ميزانيات ضخمه. هذه الميزانيات لا تبغي للربح، انما زي ما بيقولوا تصرف على نفسها بس، لعمل حاجتين: قناه النيل للاخبار وقناه النايل تي في يكونوا على المستوى اللائق اقليميا وعالميا. قناة النيل للأخبار، قناة النيل للأخبار بتمتلك من الإمكانيات الفنية كاستوديوهات. أعتقد إن حتى لما أي مسؤول بيجي من الخارج إحنا بنوديه استوديو نيل. بحب قوي نخرجه استوديو النيل للأخبار، لأنه أحسن استوديو أخبار في المنطقة. حلو. يعني تطوير أداء النيل للأخبار، وإن هي أيضا تمتلك أدواتها. رؤية حضرتك إيه كرئيس اتحاد؟ مش هيجي إلا من خلال الشركة اللي قلت لحضرتك عليها، علشان في خلال هذه الشركة أنت تحتاجي ما لا يقل عن 300 مليون جنيه سنويا، ليس بهدف تحقيق ربح ولا كلام من ده، عشان للصرف على قناة إخبارية كما ينبغي، من مراسلين حقيقيين، من إمكانيات. بالإضافة إنك لما تيجي تعمليها ما تعملهاش بالنمط التقليدي الحكومي من وكيل الوزارة اللي لا 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 لا، في مجلس تحرير يضع لها الأسس كيف تكون قناة إخبارية كما ينبغي أن يكون، لديها مراسلين في جميع أنحاء العالم، لديها شبكة من الإمكانات الفنية والهندسية على كل بتاعها. خلينا نقول صراحة، ما الجزيرة عاملة كده. هي الجزيرة ايه؟ عاملة زي نظام الشركة ده، تلاقي بيقول لك الشركة القابضة للغازات القطرية، الشركة الهيئة المحدودة، هو في النهاية سوري بياخد منها مقتطع ما يقضي قناة الجزيرة عشان توصل لأداء هذه الخدمة من وجهة نظرها كما ينبغي، وفي نفس الوقت هو بيديها بدلها، يقول لك هذا البرنامج برعايه او كده. انا اتمنى ان يبقى عندنا الحصافه والذكاء، ان عندنا يبقى عدد من الهيئات، اتصور مثلا مثل البنك الاهلي، مثل شركه بترول ضخمه، ويتحالف هذه الكيانات المصريه الخالصه لتوفير ميزانيه وشركاء في هذه المحطه، وانه بياخد مقابل ليها ان مثلا هذه البرامج جماعه برعايه س او ص من الجهات اللي بتشارك معاها في التمويل، بس يتصرف الفلوس دي على كل الامكانات كيف نصنع قناه اخباريه حقيقيه مؤثره في اقليمنا، مؤثره في العالم على المستوى. هسأل سؤال ربما المواطن يسأله، مش وجهة نظري أنا الشخصية، بس ربما لما هعرض شكل استوديوهات الإذاعة واللي الناس شافته، ولما أنا قلت إن آخر مثلا أوبريت اتعمل في الاستوديو ده من كام سنة، آخر مسلسل كان من كام سنة، فكرة إن أنا أقول إمتى ممكن يعني يا ريس يتقال إحنا في خلال قد كده لا ممكن نرجع تاني استوديو عبد الوهاب يشتغل، ونرجع استغلال إمكانيات المبنى نفسها وتدويرها بشكل. يمكن برضه احنا بادين بخطوات حسيسه، يعني مش احنا رجعنا ليالي التلفزيون في عيد الربيع ده، بس كان امكانيات قدره على ان احنا نعيد تاني باذن الله، وازعم ان باذن الله في خلال الصيف نقدر ان احنا ننظم عدد من الحفلات. سوري، مش انتجنا السنه دي مسلسل مثلا دنيا جديده احنا تحدثنا عنه، حاجه جميله كمان انه سوق ل4 محطات، يعني احنا رجعنا كمان انتاجنا يتباع لمحطات فضائيه، خطوه باذن الله تعالى. سالت انا النهارده سؤال خاص بقطاع الانتاج، وعايزه حضرتك برضو تبين لي، يعني احنا كنا بنسمع قطاع الانتاج اتحاد الاذاعه والتلفزيون، صوت القاهره للصوت، انتاج صوت القاهره للصوتيات والمرئيات، الاسماء دي واللوجو ده هي ممكن يبقى امتى وازاي يتم التنسيق ما بين ما دي كلها المفروض انها جهات بتنتج؟ برضو على اللونج ران في خطوه ان احنا نوحد كل الحاجات الانتاج الدرامي تبقى في شكل شركه واحده، بس دي خطوه سوري من الحاجات طويله الاجل، يعني قد تكون بعد 3 سنوات او كده، لكن دلوقتي بقى في نوع من التنسيق. وانا عايز اقول لك برضو ان احنا في رمضان السنه دي زايعين لشركه صوت القاهره مسلسل ولاد السيده، وبرضو متباع لعدد من المحطات، وزي ما قلت لحضرتك مسلسل دنيا جديده، فاحنا عازمين على العوده وبقوه للدراما. عايز اقول لك عارفه بقى مش لهدف الربح ولا للتواجد خالص، لاعاده القوه الناعمه والموضوعات الدراميه اللي خاصه بقوام المجتمع المصري وهو الطبقة الوسطى مرة أخرى على الساحة. لأن للأسف في الأوقات لما ابتعد اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن الإنتاج الدرامي، لقينا الدراما اللي بتصنع من خلال القطاع الخاص هي بيسموها مجتمع الربع ولا الثمن ولا ال5% من في المية، يا إما عالي قوي 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 صح، لدرجه معظمنا كمصريين ما نعرفش فين الاماكن دي، فين الاماكن دي. انا اسف مع كامل احترامي للمجتمع اللي احنا نفسنا والواقع اللي نغيره صح، العشوائيات. وفين الناس بقى قوام ال 90% من المصريين اللي عايشين كده؟ انا ما شفتش مسلسل من الجداد بيتعمل في شقه عاديه، ناس عاديين زيي وزيك قاعدين في بيوت عاديه. كمان عايزه اسال حضرتك في النقطه الخاصه ب يعني كتير لما بيحصل اي حدث، خاصه مثلا في حوار الرئيس الشهري
اللي بيتم اذاعته، ومهم وحضرتك معايا لان كتير يقول لك التلفزيون المصري كان سبب في اللي ظهر فيه. لا هو في حاجات طبعا تقريبا يعني معظم نشاط السيد الرئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو اللي بيتولى العمل، لكن في بعض حاجات معينه من ضمنها الكلمتين، يعني لحد دلوقتي هو طلعوا كلمتين شهريتين لم يكن مسؤول عنها اتحاد الاذاعه والتلفزيون، بس فقط جاله الشريط للاذاعه والشريط تم اذاعته كما هو، لم يحدث اي شيء داخل مسبيره بما فيها ان الاعاده المتكرره بالظبط سبب في الاعاده، بالعكس تلافينا ده في يعني في الاذاعات التاليه شلنا هذا الجزء المكرر. تمام، ده يعني علشان ده كمان ناس كتير. طيب النقطه برضو الاهم يعني كاعلامي، فكره ان احنا كنا معتادين يعني مسبيرو، وخصوصا انا بتكلم عن تاريخ مسبيرو، ان الرئيس جمال عبد الناصر كان بيجي حتى يلقي الخطب في اذاعه الشريفين اللي كانت موجوده من مكان مسبيرو، من هذا المكان. بعد كده يمكن تغير الامر في رئاسه الجمهوريه ومسبيرو ايضا هو المسؤول. هل ده تراجع لدور مسبيرو؟ لا مش تراجع، لكن خلينا نقول ان بقى في حاجات موجوده معاك على الساحه ما كانتش موجوده قبل كده يا فاتن، ده بجد يعني تمام. بموضوعيه. برضو ازعم ان قد يكون مثلا لسياده الرئيس او الفريق المعاون ليه بعض الرؤى في التوزيعات او في الحاجات المعينه، وانا احترم هذه الخصوصيه، لكن ان دور مسبيرو بدليل يعني انت عندك شبه لقاءات يوميه للسيد الرئيس، شبه حاجات في السفريات، في اللقاءات، في كلمه بيقولها او ما ده كل ده بيقوم بيه اتحاد الاذاعه والتلفزيون. قد يرى سياده الرئيس او الفريق المعاون معاه ان نوع من التوزيع يبقى في كذا حاجه كذا، وللجهه دي كذا وللجهه دي كذا، وخصوصا ان هم بقوا في ناس موجوده على الساحه خلاص بقينا شركاء وكلام من، لكن اعتقد ان الاعتماد الاكبر يعني دائما والشعبي الاكثر طبعا من خلال اتحاد الاذاعه والتلفزيون، من خلال اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لكن ما قلتش مكان مسبيرو، لكن ازعم انها باذن الله كمان هتزداد. تمام. طيب خليني برضو يعني هتكلم بشكل عام، وعايزه حضرتك كرئيس اتحاد للاذاعه والتلفزيون، احنا كلنا بننادي بالتطوير، وكلنا وفي كلمه شهيره دلوقتي هيكله مسبيرو ومشروع مطروح وخلافه، والعاملين حتى يعني كعاملين داخل المبنى هم مش فاهمين يعني ايه هيكله وكيف ستتم، والبيئه الموجوده هي بيئه صالحه جدا للشائعات والمغالطات. ليه ما يتمش الاعلام بشكل كامل عن الرؤيه اللي مطروحه لمسبيرو؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انا ما طلعتش على القناه الاولى وشرحت لمده ساعتين الملامح العامه، تمام، ما عملتش مثلا على الاقل حوارين صحفيين كانوا بياخدوا مدار صفحه كامله وكده، سوري مع بدايه كلام حضرتك ما اتكلمتش عن ما يسمى الزراعه الاقتصاديه والصرف على الخدمه العامه، ما هو ده التطوير، مفيش غير كده. طيب خليني ممكن يعني سوري، ليه احنا بنقول دايما او عندنا احساس لا في حاجه مستخبيه؟ سوري حتى لما كلمتيني على بيع الارض مش قلت لك انا بفكر في الحاجات اللي احنا ما احناش محتاجينها، في اللي بعيد عننا، في حاجه خبيتها؟ لا. ليه دايما عندنا احساس والكلام؟ ما اعلنهاش صراحه ان ما فيش استغناء عن اي احد من العاملين، ما قلناش ان ما فيش اي تقليل في اللي ما يصرف حاليا كمستحقات للعاملين. ايه تاني؟ ايه اللي الناس ممكن تبقى حاساه اني مخبيه؟ طب اقول سوري اقول مخبيه ليه؟ طب اقول برضو ما يتردد، مش كلامي انا على فكره، ده الكلام اللي انا بسمعه من العامل، لا يعني خليني اقول ان بيتردد، دي رؤيه عصام الامير، ده حديث عصام الامير، لكن ممكن يكون يبدو ان للدوله والحكومه توجهات اخرى في رؤيه ما يتم تجديده داخل مسبيرو. انا بقوله في وسيله عامه ولا بقوله على اللي في جلسات خاصه مع اصحابي؟ لا في وسيله عامه. ما ردتش عليها الدوله ليه وقالت على فكره هذه الرؤى هي وجهه نظر الخاصه بعصام الامير، ولكن الدوله لها منحى اخر غير هذا الموضوع. تمام، يبقى اقسم لك بالله كل اللي قلته وانا بقسم بالله بجد ده توجه الحكومه بشكل عام، توجهنا كلنا بعد مزيد من اللقاءات والاقتناع التام وكلام من ان وبجد زي ما قلت الدوله ما كانت تنفي، ما كانت تقول لا 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 مش هو ده المهم ان حضرتك توضح. ثانيا ان انا طلعت في مره واثنين وبقول لحضرتك حتى واحنا بنتكلم جت سيره الارض فقلت لك جت سيره طب ايه يعني ايه زراعه اقتصاديه، شرحنا وقلنا يا ريت نفسنا نعمل كذا وكذا، ما فيش حاجه بنخبيها. ليه دايما في حاجه ان كأن قلق، نوع من القلق او كلام من ده؟ ارجو ان بجد يعني الناس تبقى يعني متفائله او واثقه فيا طبعا، وواثقه فيكم، وواثقين في بعضنا كلنا
ان هو ايه اللي هيخليه يخبي، وليه نعمل حاجه سوري بشكل او باخر تضر العاملين. ده احنا حتى لما اتكلمنا على مستويات العاملين ما انكرناش ان في بينا حاجات مختلفه ومتفاوته وان الوضع ده مش طبيعي، لكن قلت لكم انه ده امر بايديكم لان انتوا اللي ارتضيتوا ده في الاوائل وبتاع كلام من ده، فعلينا نعمله كلنا برضائنا كلنا لو حبينا نغيره. فما افتكرش ان في حاجه خبيتها بما يدعو لان في مخاوف لدى العاملين لا يكون نقطه غامضه. تناول طبيعة الأخبار خاصة اللي بيتم تداولها عن المبنى أو عن كيان مسبيرو بشكل عام هو دائما بيحتمل فكرة المؤامرة، أن هناك مؤامرة على مثلا يعني اسمح لي كمثال على عصام الأمير، أن عصام الأمير بيتوجه نحو العاملين ولكن الدولة مش بس فكرة يعني النقطة اللي حضرتك قلتها أن حضرتك يعني بتتكلم بشكل عام وبشكل موجود. بمنتهى الصراحة وأنا فاهم قصدك إن طب ما أنت تفتحي جرايد في الجرايد الأيام دي يقول لك حرب باردة بين الأمير ومحلي بالظبط، اللي حاشا يعني أولا رئيس وزراء تمام، رئيس وزراء مصر، ثانيا لو أنا طريقتي مش عاجباه ايه اللي يمنعه انه يغيرنا؟ صح، ده ما سوري ما في وزراء مع كامل احترامنا ليه تم تغييرهم واقالتهم او كلام من. ثانيا ان انا في حد سوري يعني مثلا مش من الذكاء ان انا هعمل يعني حرب بارده مع رئيسي او كلام من ده، طب حتى علشان الامور تفضل ماشيه. فخلينا نقول ان برضو كتير من اللي بيتقال في الاعلام والحاجات دي بيبقى هدف منها زي بعض برامج بتبقى هدفها الاثاره، يعني في برضه ظروف عايزه تعمل مانشيت تبيع بيه. طيب خليني بقى ادخل شويه في فكره، طيب احنا عايزين مجلس او الهيئه الخاصه بالاعلام سواء المسموع والمرئي بتاعنا. كتير بيقول طب لو احنا عايزين نطبق الدستور ولغينا وزاره الاعلام اين البديل لكيان زي ده موجود؟ وعلشان ننظم كمان، يمكن في بدايه كلامي مع حضرتك قلت انا ما عنديش آلية ان انا اقول للاعلامي ما تتكلمش، وقبل التسجيل حضرتك اثرت ان حتى الموضه الان في الاعلام هو الاعلامي بيفتي في كافه المجالات سواء هو متخصص او مش متخصص. التعجيل لا ده دور دوله، وقد ترى الدوله الانتظار الى مجلس النواب مثلا تمام لحين اختياره يبقى مجلس النواب الشعب هو اللي بيخاطب وكده، انما اعتقد حتى الى درجه كبيره ان الاعلاميين ما قصروش في واجبهم. اتعملت لجان، وضعت مشاريع قوانين للثلاث هيئات سوري، في لجنه برضه شكلتها الحكومه وازعم انها خلصت برضه مشروعها، لكن قد ترى القياده السياسيه ان انتظار الى مجلس النواب وهو من شانه التشريع ومن شانه القوانين فتعمل، لكن احنا محتاجين الحاجات دي؟ لا محتاجينها ضروري، لكن قد تكون يعني اسباب موضوعيه ووجيهه جدا الانتظار عشان لما يبقى له قوه ويبقى كده ده مجلس النواب اللي اقر هذه القوانين وهذه التشريعات فلها قوه في القانون لان هذا ممثل للشعب، لكن احنا محتاجينها بشده يعني. في الصمت. اسال سؤال وحضرتك تسمح لي ان انا اساله، ليه على الرغم من ان انت موجود في مكتبك على مدار اليوم كثير من المشكلات بتحاول ان انت تقوم بحلها ولكن دائما ما ينتقد قراراتك، دائما ما ينتقد انك لم تضيف جديد لمسبيرو؟ ليه الناس مش شايفه ان في مسبيرو عمل بيتم على ارض الواقع؟ هل ده لان المشاكل اكبر؟ تحديات اكبر ولا انت بتفسرها بايه؟ مش عارف، لكن ما اعرفش وجهه انا بتكلم عن شخص عصام الامير نفسه كانسان متقلد المنصب، لما بتشتغل وبتيجي مكتبك من الصبح وبتقعد بشكل متكامل وبتحل مشكلات وبيقابلك عقبات وفي النهايه تيجي بالليل هجوم مش ليس على الاعلام الرسمي ولكن قد يكون على شخص عصام الامير شخصيا. ده يعني ده ايه؟ انا ازعم ان من يتقلد منصب عام عليه انه في بعض الاحيان كتيره انه يتقبل ان ده الوضع، ومن يرى سوري ان لديه من الصفات الشخصيه الحساسيه او انه يبتعد عن العمل العام، انما طالما ارتضيتيه عليك حتى لو مش عاجبك انك تحضري نفسك لهذه المساءله اللي هي على مدار الدقيقه والساعه و يعني انت ممكن مثلا يعني يجي لك تليفون الساعه 2 بالليل او تلاقي محطه بتقول اين فلان هو نايم ولا ايه ولا وكلام دي كتير بتحصل. لكن نرجع لجملتنا الاولانيه، حسبي ان انا عندي كان تصور وعندي رؤيه مستقله واللي احنا اتكلمنا فيه على مدار الحلقه، حاجه للاصلاح المادي والاداري، تحسين المنتج الاعلامي اللي بيقدم وده بشكل ملحوظ، فقد يعمل لي نوع البالانس
ما بين الهجوم وما بين البتاع. بالاضافه ان برضو للامانه خليني اقولها برضو بمنتهى الصراحه، ان يعني ان برضو قد اشعر في هذا الهجوم برضو ان عملان حساب سواء لشخصي او للمبنى او للمؤسسه اللي انا بمثلها. فبعض الاحيان ده بيرضيني يحب ان انا ابقى متواجد على الساحه ودايما، انما سوري انا اسف مش كم مهمل، مش رقم على الشمال مش محطوط مش معمول حسابه، سواء كمؤسسه او كشخصي. طالما انت مسار و سواء عن حق او بغير حق، يبقى انت رقم موجود في المعادله ومعمول حساب. طيب شكل الشاشه، يعني احنا في النهايه ماسبيرو الناس لا تعلم، الموظفين والاستوديو هي بتشوف شكل شاشه موجود، شكل الشاشه بيستحوذ على قد ايه من اهتمام عصام الاميري اليومي؟ في السنه الاولانيه كانت اللي هي كانت تقريبا الهم الاكبر ان احنا نحاول نحط انماط مختلفة وكتيرة سواء بالنسبة ليها أو بالنسبة للإذاعة. في السنة الثانية زي ما قلت لحضرتك بقى عندي رؤية مستقبلية إن أنا عايز الاتحاد ده بإذن الله تعالى يبقى له أسس للإصلاح المادي والإداري، بحيث إن لو أنا عصام مشي بقت في اللبنة الأولى إنها تبقى موجودة شكل خطة أو شكل خارطة طريق يمشي فيها الاتحاد. وانا واثق انه لما يمشي مش لانها خطتي او لانها خطه اللي موجوده او مع القيادات اللي موجوده دلوقتي انها خطه ناجعه، لكن على الاقل بقى في زي دستور لينا نتحرك من خلاله، نضيف عليه نجدد فيه، لكن على الاقل في خطه تبقى موجوده. وعندي احساس دائم انك لما بتتكلمي بالشكل ده المستقبلي وبالشكل التفكير المنطقي ده، انه اسهل ما يكون ان انت تطلعي منتج اعلامي ناجح. وخليني اقول لك ان احنا حتى لما طلعنا برضو زي ما قلت لك مثلا ان احنا نعيد ليالي التلفزيون عدناها بمنتهى السهوله، لان احنا اللي بدعنا الحفلات دي الغنائيه و فلما قلنا برغم ان ظروفنا برضو الماديه كانت صعبه شويه، لكن قلنا لما هترجع بيها في مكان مفتوح وفي ليله شم نسيم وفي سوري بقى حاجات امنيه وغير امنيه لكن اصرينا ان ترجع. لما قلنا ترجع الدراما ده دليل على انك عندك القدره. سوري حتى عملنا السنه اللي فاتت مثلا مثال لتوك شو زي اللي عملناه احنا، اللي عملنا البيت بيتك اول برنامج توك شو اتعمل، فقلنا نعمل على مستقبل بسيط برغم ما له وما عليه او ملحوظات او كده، بس المبنى قادر لما يحب يعمل ده وكده. طالما عندك البنيه الاساسيه موجوده والاستعداد بجد للرقي، ما ابسط ما يكون ان انت بجد تطلعي منتج اعلامي باذن الله فاخر. حضرتك في الاول حددت ان في سيستم وفي خطوات، ما تم انجازه بنسبه قد ايه؟ لا يعني من تفكيرك حوالي 10%. انما قلنا ان احنا غرضنا نحل مشكله المديونيه دي بشكل كبير، يجب ان تكون موارد اتحاد الاذاعه والتلفزيون واضحه، وانا ازعم ان على اللونج ران اتمنى ان موارد اتحاد الاذاعه والتلفزيون تبقى من ارباح الشركات اللي انا قلت لحضرتك عليها زراعه الاقتصاديه، من ما يسمى بالخدمه المؤداه للدوله بصفه عامه، سواء بقى خدمات للحكومه وزاره وناخد رقم عام. اتمنى من الاخر من الدوله انها تساندنا برضو في اعاده النظر في التعريفه اللي تقدم لنا من يعني التعريفه الضريبيه اللي على بتاعه الكهرباء، اعاده النظر في ال2 مليم لما بالشكل اللي ما يشكلش عبء على كل المواطنين وفي نفس الوقت يوفر موارد. لو دي كمان في يوم من الايام اتعملت مع ارباح الشركات، مع دخل الاعلانات، مع الخدمات المؤداه اللي بنتحصل عليها من الحكومه، مع الدخل ده، ازعم ان احنا كده في يوم من الايام اتحاد الاذاعه والتلفزيون ضامن مع رؤيه جيده، هو ضامن لموارد ماليه لهذه الرؤى والافكار انها تتحقق بشكل كبير، وفي نفس الوقت ما مثلش اي عبء على الدوله. والمده الزمنيه قد ايه يا استاذ عصام؟ اعتقد ان لو مشينا بخطوات جاده بالنسبه للاصلاح المالي، احنا ممكن على اخر السنه دي نعمل اللي هو في نقطه وضع حد للدين ده، نعرف راسنا من خلاصنا، مذكره تفاهم وحطينا هنسدد منه قد ايه من الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها ال3 حاجات، الترددات اللي ما توفره الحكومه من لجنه فض الاشتباكات الماليه بين الجهات الحكوميه، ومن الاراضي اللي انا في غير حاجه اليها. لو فضينا ده على اخر السنه اعتقد ان يعمل لنا حاجه كبيره. لو الدوله ساعدتنا في اعاده النظر في التعريفه كمان بتاعه الكهرباء، ده بدرجه كبيره. علينا بقى نجتهد في مجموعه العائد الاعلاني من مجموعه شركاتنا وعوائدنا الاعلانيه، كده يبقى انا مع ارباح شركات زي النايل سات والCNE انا بجد كمان عندي طفره ماليه تساعدني على تحقيق كل احلامي
وانجازاتي كاتحاد اذاعه وتلفزيون. يعني ممكن على شهر 12 القادم بالنسبه للاصلاح المالي، بالنسبه للاصلاح المالي نكون اصلاح اداري بقى في الشكل الامثل لينا، اما باي شكل من الاشكال. اولا لازم يطلع القانون بتاع الهيئه، وده مش هيحصل في تصوري، مش هيحصل قبل انتخابات مجلس النواب، واللي بعد شويه من مجلس النواب. وبعدين لما يتحط الشكل ده، طب احنا ايه الشكل الامثل؟ عايزين نطور، نبقى كام قطاع، نبقى ازاي ندمج حاجات. يعني انا في تصوري دايما ان كل القطاعات المسموعه المرئيه اللي هي التلفزيون يبقى تحت مسمى التلفزيون المصري. مفيش حاجه اسمها اقليمي متخصصه اسمه التلفزيون المصري. الاذاعه اسمها الاذاعه المصريه، سوري. كل ما هو مالي واداري اسمها اداره الشؤون، قطاع الشؤون الماليه والاداريه، HR، زي في اي حته في الدنيا. ثم يبقى موجود عندنا قطاع الهندسه، لان ده الموتور اللي بيحرك كل الحاجات دي بالاضافه للتشعب. وبعدين عندنا قطاع جديد مثلا في تصوري زي قطاع الاستثمار، اللي يربط ما بين الزراعه الاقتصاديه واحتياجات الخدمه العامه. ده بقى يتم على قد ايه؟ انا في تصوري مش اقل من 5 سنين، مع الحفاظ على ان ولا واحد نستغنى عن اي عامل من بتاع، ولا نقرب لحقوق الماديه. بالعكس، لو الامور مشيت بشكل حلو في الاصلاح المالي، بالعكس احتمال بقى يبقى النظر للامور الماليه للعاملين قد تتحسن لو المردود جه حلو قوي من الشركات العامله، خصوصا الحاجات اللي احنا منشئينها. حضرتك مخرج، ايه اكتر حاجه ممكن في الشاشه تعجبك؟ يعني في شاشه التلفزيون المصري تقول احنا برافو بدانا نقدم، مش هقول اسماء، يعني مش هقول لك اذكر اسماء، ولكن ايه المضمون، ايه الشكل اللي ممكن تقول ده دلوقتي احنا قدمنا منتج جيد، واعتقد ان هو في الايام اللي جايه يبقى كويس. ايه المنتج اللي ممكن تقول لا 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 ما عادش يظهر على شاشه التلفزيون، لا يصلح؟ في حاجات انا بحبها اللي هي بتقدم خدمه للجماهير بشكل او باخر، سواء يمكن انتوا اكتر قطاع بيقدم النوعيه دي اللي هي البرامج الخدميه، لكن بفرح لما الاقيها موجوده مثلا على شاشه القناه الاولى او كده. ان الخدمه الاخباريه تبقى سوري، لما اجي اقيم الاخبار اللي اتذاعت عندي واقول مثلا في حوادث حصلت على مستوى العالم، ان يتقال لي بنسبه فوق ال 90% كانت اخبارنا صادقه وصحيحه، انها طلعت في اقرب ما يكون الى الوقت المثالي ليها، فببقى سعيد وفرحان. نفسي بجد يرجع تاني عندنا، نفسي يتقدم برنامج ثقافي زي برامج عبد الرحمن علي وفاروق شوشه زمان والقيمه دي والكده، ويبقى موجود علينا. في قناه تانيه مثلا لما ترجع تاني القناه التانيه وكانها الحاجات الثقافيه ذات المستوى الذوق الرفيع وكده، برامج فن الباليه وتبقى ليها مساحتها الضخمه، في برامج زي صوت الموسيقى وتاخد مساحتها الروعه. لما الخريطه بتاعت القنوات يبقى فيها المزيج الاعلامي بكل ما فيه، ان انا لما اقول ان القناه الاولى دي قناه عامه او القناه الثانيه دي قناه عامه، الاقي فيها من كل المنتجات، الاقي فيها ماده دراميه على مدار اليوم بشكل لطيف وكلام. تعرف ان انا بقالي كتير قوي ما شفتش افلام عربي على شاشتنا الا فيما نظر، مع ان زمان مثلا كان لما يجي الصيف يبقى لازم فتره العصر دي في فيلم عربي على الاولى على الثانيه، في فيلم اجنبي على القناه الثانيه، في ان يرجع تاني مسلسلات مثلا اجنبيه او ثقافات مختلفه على القنوات وكده. شوفش عندنا على شاشه القناه الثالثه المسلسلات القديمه اللي بتتذاع دلوقتي بتشوفها؟ القناه الثالثه مميزه عندنا في الموضوع ده، المسلسلات القديمه اللي قوي دي تم انتاجها، بيبقى لها طعم مميز وكده. عليك انك على فكره نسبه مشاهدتها عاليه. ما هو المصريين بقى عندهم حاجه ميستولوجي غريبه، اللي هو الرجوع للماضي. عشان كده عملنا لهم قناه التلفزيون العربي اللي هتطلع في رمضان، خليهم يعيشوا بقى مع الزمن. والله دي موجوده، دي باذن الله في رمضان القادم هتطلع من اول رمضان على طول باذن الله تعالى، وتستمر بقى على طول وكده. وطبعا دي خاصه بالاعمال المصريه ولا هتضم اعمال مصريه؟ وطبعا عندنا كم بقى اللي انتوا بتقولوا عليه التراث ده حدث ولا حرج، يعني يفضل شغال طول السنين. يعني لما الوليمه تبقى كامله على كل شاشاتك وتحس ان في كل حاجه من كل حاجه، خصوصا في الحاجات اللي هي بتهم المواطن، ازعم ان بجد ده في يوم من الايام يقول لك يا رجع التلفزيون تاني، بقى في برنامج ديني كبير محترم شفته بالطريقه دي، الحق في برنامج ثقافي كبير، الحق في برنامج منوعات كبير، الحق في حفله فيها، الحق في دراما جميله، الحق في برامج جاده فيها حريه بجد ومسؤوله. بس ازعم ان المهنيه ليها عاليه، والحفاظ على الاسكس بدرجه موجوده، عمرك ما هتلاقي لفظ خارج او ده اعتقد يعني حلو. سمعت تعبير ان التلفزيون المصري بيشتغل زي ما يكون بيشتغل من المتحف، يعني نشرة اخبار من المتحف، برامج من المتحف، موضة قديمة، تسمع كده؟ لا انتوا جلادين ساعات لنفسنا، مش احنا مما ينبغي. مش احنا، لا احنا ما حدش هيقول على نفسه انه بيشتغل، يعني ممكن نسمع في الشارع ده او حتى
من مستوى النخب السياسيه اللي موجوده. يقول لك لا 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 بالعكس، انا ازعم وان انا يعني الى حد كبير النخب انا بقابلها وبقابل كل محدش قال لك المسؤولين. الاكسبريشن ده؟ يعني بما يعني كمان تحديدا زي ما حضرتك قلت اللي هي الاخبار ده بالعكس بيضعوا. انت عارفه ان الريت بتاع نشره الاخبار بتاع التسعه هي الاولى على اي حاجه جوه جمهوريه مصر العربيه. اي شكل اختاريه اللي يعجبك ايا كان برنامج مين تأتي قبله نشرة التاسعة. ده دليل مصداقية وده عنها بتقدم خدمة إخبارية. لما بيتقال برامج جادة امبارح مثلا لما شاعرنا الكبير فاروق جويدة كاتب إن والله في برامج جادة وعلى مستوى راقي ده شيء بيسعدني. لما سوري يعني إن ألاقي الناس في كل العربيات، وأنت عارفة 3/4 بيقضي وقته في العربيات، ألاقيهم كلهم فاتحين المحطات طبعا خدمة الراديو. أنا بحس إنه لو مش على مستوى لائق هيفتحها ليه؟ صح. ما يجيب شريط كاسيت ولا DVD ويحطها ويخلص. لا بالعكس يعني وكده. لكن لما يقولها طرف انا عارف ان هو قصده بيها ايه ما انزعجش منه. تمام. لكن يعني انما بنتكلم على انها حقيقه واقعه يثبت لي ده او يجيب لي يقول لي ده. ربما حبيت اسمع الاجابه يعني من حضرتك، لان احنا مهما قلنا فيعني ممكن ما يبقاش لينا هذه المصداقيه، لكن لما يتقال من رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون عن انت لما تقوليها على لسانك والناس مثلا متعوده على فاتن وتثق فيها ومتعوده دايما منها الصدق والجديه والمهنيه، لا بالعكس ده انا يمكن كلامي كمسؤول يقول لك ما هو متحيز وبتاع وكلام من، انما لما تطلع منك انت لا اقوى. انا حبيت انقل وجهه النظر الاخرى، وحبيت ربما يمكن حضرتك قلت لي انتوا بتجلدوا نفسكم اكتر من اللازم، فانا حبيت انقل الصوره، يعني حبيت اتنحى ان انا من ابناء مسبير وحبيت انقل صوره مختلفه للمشاهد. بس خليني بقى اقول يعني في النهايه اكيد انا النهارده لما مشيت في يعني في مسبيرو ولقيت ذكريات طويله وتاريخ طويل يحترم، اكيد كمان عصام الامير لما بيمشي في مسبيرو بيبقى له ذكريات. طبعا كل حته في مسبيرو ليها ذكريات، معظمها لا داعي لذكره على الشاشات كويسه ولا وحشه الناس لاسباب او لاخرى ويمكن ما تهمش الناس، انما لا بالعكس. ويمكن تلاحظوا برضو حاجه، انا جزء من استمتاعي لما بمشي في المبنى، لان انا بجد انا اعرف تمشي في المبنى دلوقتي. بتعرف تمشي؟ كتير. بتعرف تمشي ولا يعني مش عايز ابالغ أيوة. ان انا اقول ان انا يعني ببقى مبسوط من المحبه اللي بلاقيها من الناس اللي في بعض الاحيان بتعمل سنه ربكه او كلام من ده، لكن لما تقارنيها ده قيمه واي قيمه. يعني في ناس كانت تهتم بمكاتبها وتتمنى ان يبقى الاسانسير لازق في المكتب عشان يجري بسرعه يهرب ليه، انما انا بالعكس اي وقت في اي حد، وساعات اعدي على حد في المناسبات قد اروح ابارك له او اشاطره احزان او كده، فاتحرك او احضر مش عارف ايه في القناه الثالثه او احضر في المعهد الافريقي فوق او معدي على كده، اعدي على الاستوديو اعدي على الناس وابقى مبسوط بجد ان انا بسلم على الجميع، كله عارفني وانا عارفه كويس قوي قوي. دي بالنسبه لي ذكريات جميله وهم دول محصله، لان انا في 29/9 السنه دي هبقى تميت 30 سنه داخل هذا المبنى لم اغادر. كل 30 سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. هسال سؤال اخير وانا عايزه اجابه من حضرتك، وخصوصا ان حضرتك رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون راس المبنى الان. هناك قيادات رفضت التسجيل بحجه ان ما فيش، يعني مش هذكر اسماء، بحجه انها ليس لديها ما تقوله. تفتكر ان في قياده ما عندهاش اللي تقوله؟ بعد التسجيل هقول لك مين هم عشان لو ما عندوش اللي يقولوا نستغنى عنه ونريحه. لا ده كده هتبقى، لا كده السؤال، لا انا هختم علشان كده يبقى كفايه على الساده المشاهدين. انا بشكر حضرتك جدا، بس عايزاك توجه كلمه للعاملين داخل مسبيرو علشان نقول لهم احنا محتاجين نشتغل بجد. كل سنه هم طيبين وكل سنه وعيد اعلام طيب ليكم. الامور بتتحسن من سنه الى سنه. كل الثقه فيكم، خليكم اقوياء بمهنيتكم وبفنكم. انتوا ليكوا دور كبير، كل الناس انتوا حتى بما فيهم الاعلام الخاص، من غير العاملين من اتحاد الاذاعه والتلفزيون اعتقد ان هم ما يقدروش يطلعوا. وانا هنا لما بتكلم على مذيعين، معدين، مخرجين، مصورين، فنيين، آلة ديكور، آلة مونتاج، آلة كل حاجه. انتم حاجه قوه ضخمه، ما تخليش حد يحبطكم. طبيعي ان يبقى في المنافسات محاولات القاء اللوم على الاخر، خليكم اقوياء، خلينا مع بعض، خلي دايما الرؤى ان يبقى عندنا رؤى مستقبليه، لان الناس ما بتمشيش الا بالنظام وبوضع خطط.
وتتحاسب اخر السنه هي عملت قد ايه من الخطه، عملت 10% منها، عملت 20% منها، وتقول ايه اللي ناقصها. انما العمل الاتكالي او باليوم بيومه ده يعني قد ينجز بعض العمل ولكنه لا يقدم مستقبل طيب. كل الثقه فيكم، واي حد من ابناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون جدير ان هو يبقى في اعلى حتى المناصب بما فيها اللي انا بجلس عليه الان. اعتقد ان ابناء اتحاد الاذاعه والتلفزيون كتير فيهم الصلاحيه ان يتبوأوا معظم المناصب الموجوده. يا رب دايما يولي الصالح ويولي الاحسن ويولي الاكفأ، وبيكوا من غيركم يعني مصر تفقد كثير من قواها الناعمه، كثير من الناس الامناء عليها. راعوا ان دي في امانه في رقبتكم، فارجوكم كونوا قدها. انا بتمنى ان حضرتك يعني ربنا يوفقك، وبتمنى ان يبقى في دعم اكبر للقيادات اللي موجوده، وبتمنى يبقى في صف تاني وثالث ورابع للاختيار للقيادات علشان يبقى مسبيرو دائما هو الاعلام الرسمي للشعب المصري. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا ليك. مشاهدينا بشكر حضراتكم. على فكره اللقاء ما كانش يعني متنظم له خالص ان احنا هناخد المده دي، الاستاذ عصام يعني سمح لنا بوقته فله جزيل الشكر. حبيت ان انا اعرض وجهة النظر، ربما يعني كنت يعني بتحدث عن طرف مش موجود او بتحدث بشكل مش عايزه ابقى متحيزه، لكن في النهايه حبيت ان انا اوصل كثير من المعلومات وابين شويه حقائق. ربما اللغط والشائعات بتخلينا كلنا في الاخر بنتوه، ما بنبقاش عارفين هنكمل ازاي، بس خطنا واضح، مستمرين في مهمتنا، ومسبيرو هيفضل باقي. الى اللقاء.